السلام عليكم. في يوم من الايام، في وقت من الاوقات، في فتره من الفترات، في سنه من السنين، جالي اخويا الصغير وقال لي عايز فلوس. قلت له والفلوس دي ان شاء الله رايحه تحت بند ايه؟ فقال لي زينه. قلت له واحنا هنفضل نجيب زينه نزين الفصل بتاعك لحد امتى ان شاء الله؟ ده انت لافف على البيت كله. قال لي لا يا عم، زينه فصل ايه؟ انا عايز اشترك في شاد عشان اتفرج على مسلسل زينه الجديد اللي اسمه ليلى واللي فيها. وقام عامل كده. فانا سالته ايه المميز بقى في المسلسل ده مخليك متحمس له قوي كده؟ قال لي المسلسل ده فيه كل حاجه، طبل وزمر ورقص وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة. فانا بقى عجبني الكلام فقلت اتفرج. وفي اول مشهد لقيت زينه قاعده وسط جروب ثيرابي وبيتناقشوا هم هيعملوا ايه في الحزن اللي هم داخلين عليه ده. انا افتكرتها قعده فريق عمل المسلسل، لكن طلع ان المسلسل بيتكلم عن زينه اللي بتتعالج نفسيا وابي يوسف اللي بيتعالج نفسيا هو كمان. فتقريبا زينه بتتعالج لانها بتمثل مع ابي يوسف، وابي يوسف بيتعالج لانه بيمثل مع زينه. والمسلسل فكرته جريئه قوي، مش لانه بيتكلم عن واحده عندها مشكله انها بتحب الضرب اثناء العلاقه الجنسيه وكانت بتدخل في علاقه مع السواق بتاعها عشان بيضربها وخانت جوزها اللي هو كمان خانها مع سلفتها. لا، هو مسلسل جريء لانهم مخلين زينه بطله. وانا الصراحه مش عامل الفيديو ده عشان اقول ان المسلسل وحش، بالعكس الاكل اللي زينه طلبته وكلته في المسلسل كان طعمه حلو، وفي حاجات تانية حلوه زي التصوير مثلا. وعلاء مرسي تقريبا ده احسن دور عمله في اخر 57 سنه اللي هو عمره كله اصلا. الاخراج يبان حلو بس هو اصلا 3/4 مشاهد المسلسل مط وفلاش باك عشان نملى وقت. فانا حقيقه يعني المسلسل ده اديله 7 من 10 وفي 2 ورا. المهم ان احداث المسلسل بتبدا لما رشا اللي هي زينه بتنسى موبايلها في العياده، فحاتم اللي هو ابي يوسف بيطلع يديهولها، فبتقول له انت ازاي تجي لي لحد بيتي؟ انا ست متجوزه، الجيران يقولوا عليا ايه؟ فاذا سمحت يعني تدخل تقعد معايا في البيت نشرب حاجه اكون شاكره ليك جدا. وايمن جه متاخر اللي هو جوزها. وبنكتشف كمان ان طه السواق اللي هو علاء مرسي بيبتز زينه، يا بخته. وبنعرف ان زينه كانت في علاقه مع طه زمان وايمن جه متاخر، وبيهددها طه لو ما شافتلوش شغل هيبلغ جوزها بكل حاجه. زينه حسابها في البنك في المسلسل فيه 3 مليون جنيه ومش عارفه تدي علاء مرسي 3000 جنيه في الشهر عشان يحل عن قفاها وما يفضحهاش. رشا بقى في المسلسل عندها مشكله مع ايمن جوزها انه راجل محترم بيتكسف يقلع هدومه قدامها ومش راضي يدخل معاها في علاقه، فبتعايره وبتطلب منه الطلاق وبتقول له خليك راجل وطلقني. حبيبتي ما هو لو كان راجل كان هو طالع بدور الراجل المحترم اللي بيشتغل شغلانه كويسه وبيخاف على مراته وعياله. حتى لما خانها عشان يعرف هو راجل ولا ايه. الراجل من كتر احترامه مش متاكد. المهم بقى ان ابي يوسف بيدخل يشرب النسكافيه مع زينه، فبتقول له انها خايفه ان الدكتور النفسي يعرف انها قاعده مع ابي يوسف في البيت بره الثيرابي، بس مش خايفه من جوزها. بتيجي بقى الحلقه الثانيه واللي بتبقى كلها احداث شيقه وفيها كل عناصر الدراما، طبل وزمر ورقص وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة. المسلسل بقى المفروض انه بطوله مشتركه بين زينه وابي يوسف اللي هو اساسا مغمى عليه من الحلقه الثانيه لحد الخامسه، مع العلم ان المسلسل 6 حلقات. وانا يعني مش عارف اقيم تمثيله الصراحه. يعني كل الممثلين في بداياتهم بيبقوا محتاجين ورش تمثيل. ابي يوسف محتاج دكتور تخاطب، وفي حاجات كتير في كلام ابي يوسف في المسلسل ما سمعتهاش، مش غلط من عندهم، انا كنت بعمل ميوت في المشاهد بتاعته. رساله الى ابيو، الاوسكار تطبخ على نار هاديه. اول مره اشوف واحد بعد العلاقه بيبقى لابس الشراب، بيبقى لابس عموما. تقريبا المخرج ما كانش قادر يستحمل ريحته وهو قالع فقاله يلبس. بيجي بقى وقت ظهور الموهبه الصاعده على السلم الاستاذه سماح انور، وهي عامله دور حلو الصراحه. بس انا استغربت، معقوله استاذه سماح انور جايب نفسها تمثل وسايبه مكالمات الخط الساخن لحل المشاكل مع استاذه سماح انور؟ الو مساء الخير استاذه سماح انور، ممكن احكي مشكلتي الليله واللي فيها؟ وبتدخل طنط سماح اللي هي تبقى حمات رشا بالمفتاح بتاعها، فرشا بتتضايق وبتتعصب اللي هو انت ازاي معاكي مفتاح بيتي؟ بس انا مش فاهم هي متعصبه ليه. هي ما بتتفرجش على استاذه ياسمين عز؟ سماح انور اتضايقت لما عرفت ان زينه بتروح لدكتور نفساني، امال لو عرفت انها كانت بتروح لطه السواق البيت هتعمل ايه؟ سماح انور اتضايقت لما عرفت ان زينه بتشرب سجاير، امال لو عرفت ان معاها راجل جوه في الاوضه هتعمل ايه؟ سماح انور متضايقه من زينه عشان بتزعلها، امال لو عرفت انها بتتضرب هتعمل ايه؟ سماح انور شافت زينه ربع ساعه اتضايقت، امال لو عرفت ان شفت المسلسل كله هتعمل ايه؟ وحرفيا المسلسل كله بيخون بعضه. ايمن بيخون مراته مع السكرتيره بتاعته اللي جابها له اخوه اللي متجوز مي اللي بتحب ايمن وبتحضنه، وشافته رشا مرات ايمن اللي هي اصلا خانته مع حاتم ومع طه السواق بتاع العيله وجنون عصام الشوال. المسلسل ده بطوله زينه المحارم. المفروض بقى ان ابي يوسف الله يرحمه بيموت في المسلسل، فمي مرات اخو جوزها بتشوف جثته فبيغمى عليها، امال لو شافته وهو صاحي؟ فزينه بتفضل تبعت لها وتقول لها والنبي ما تقولي لحد، والنبي ما تفضحيني، حرام عليكي، خدي بالك الفتنه اشد من القتل. طب ما الزاني والزانيه في النار ولا هو انت حافظه دي بس؟ وبعد بتاع 4 ساعات بتجيب علاء مرسي وبتطلب منه يخلصها من الجثه، فبتكتشف بعد
وبعدها بساعه كمان ان ابي يوسف عايش بعد ما هي اصلا بتكون قتلت علاء مرسي. عندي بقى سؤال للاستاذه زينه، ازيك عامله ايه؟ يعني الراجل مات، معقول 4 ساعات ما فكرتيش تقيسي نبضه، تشوفي نفسه، طب زغزغيه حتى. علاء مرسي في المسلسل راح يساوم زينه عشان يخلصها من جثه ابي يوسف اللي المفروض انه مات، فقال لها ممكن تديني شيك ب 3 مليون جنيه، طب ممكن بقى تديني 20,000 جنيه كاش كده من عندك، طب ممكن بقى تشوفي لي شغل. فتقريبا هو اشتغل في المسلسل عشان راح للمخرج وقال له ممكن تشوف لي شغل، بس والله عامل دور عظيم. ومع بدايه الحلقه ال5 ابتدت مزيكا كده تشتغل لبند مشروع ليلى، فقلت هي كانت ناقصه كده. المسلسل بقى عباره عن طبل وزمر ورقص وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة. ومشروع ليلى. والمسلسل رغم ان احداثه فيها حاجات حلوه كتير خصوصا اخر حلقتين، بس هو ممطوط قوي، تحسه فعلا يتلم في فيلم قصير ربع ساعه. تحس ان المؤلف ادى المخرج كلمتين قال له حطهم حلقه في ودنك، فالمخرج خلاهم 6 حلقات في المسلسل. والمسلسل ده اعتبره يقدر ينافس اهم الاعمال في دول العالم، بس ده طبعا لو اعتبرنا ان امبابه دوله. امبابه واللي منها زينه بعد ما عملت كل ذنوب العالم هي وابي يوسف بتقول له انا ازاي عملت كده، فقال لها انت مش زباله ولا انا زباله، احنا الظروف هي اللي خلتنا نعمل كده. طبعا الظروف هي السبب، بس ظروف المخدرات، الطوابع يعني. وفضلت اسال نفسي كده هو ليه المسلسل اسمه ليلى واللي فيها؟ عشان احداثه كلها بتدور في ليله واحده، فلو الفجر اذن عليهم هم بيمثلوا الغم ده هيتحرقوا. اخر المسلسل بقى زينه بتاخد ابيو عشان يدفنوا جثه علاء مرسي، وبعد كده بتخونه وبتقتله وبتدفنه معاه. فابي يوسف هو حرفيا عمل دور جديد محدش عمله قبل كده، يعني ما اعتقدش في ممثل مات مرتين فعمل واحد قبل كده. وبالمناسبه ابي يوسف عمل المشهد ده حلو قوي، صعب عليا فعلا، حسيته خايف من الموت. الحق يتقال، يعني الحاجه الحلوه تتقال. نهايه المسلسل بقى غريبه، زينه دارت الجثتين وبعد كده ايمن اخوه مات. يعني تخيل ايمن كان متضايق شويه حضن مرات اخوه ومسك ايدها، ومرات اخوه وهي متضايقه حضنته، وفي المرتين مراته شافته وما اتكلمتش، اللي اصلا عملت كل ذنوب الكون، وفي الاخر اخوه اللي يموت. ومراته بتحضن ايمن في مشهد في الاخر كده وبتبص لزينه وبس كده. فانا احب اوجه رساله في جروبات الخير، المسلسل ده كده ممكن يتسرق في اي وقت عشان المؤلف نسي يقفله، واكيد الفنانه زينه طايره من الفرحه بنجاح المسلسل. اخر حاجه نجحت لها كان المصلحه. وحقيقه كده في نهايه الفيديو انا احب اقول حاجه مهمه جدا، الحياه حلوه بس لازم نستمتع بيها، مش لازم كل حاجه شغل، مش لازم كل حاجه تفكير وجلد ذات، في حاجات حلوه كتير ممكن تتعمل. الحياه مليانه طبل وزمر ورقص وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة. سلام.